أمس، وبالتحديد بالساعة 1:20 عثرنا على رتل لداعش مؤلف من أكثر من 700 سيارة وبطول 11 كيلومتر، مهزومين ومسحوبين من منطقة الحصي والبوهوى، المنطقة المحصورة ما بين عمرية الفلوجة والحبانية وجريدة خالدية. هؤلاء هم أكثرهم من الأجانب الذين رفضوا التسليم إلى قطاعاتنا. لحد الصباح دمرنا أكثر من 138 عجلة بما فيها وقتل ما فيها، وتركوا جثثهم وقسم جرحاهم أخذوهم معهم. هذه العملية في الحقيقة هي كسر ظهر للإرهاب، وكان لطيران الجيش الدور الأول، وهو في حين هو اللاعب وحده، لم تكن هناك قوة أخرى مشاركة مع طيران الجيش.